حبايبي عاملين ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخباركم ايه؟ وحشتوني وحشتوني. النهارده هنعمل رقاق. مش رقاق، ده فطير مشلتت، مش فطير، انا بقول لكم كده. طبعا القلقاس عملته بكذا طريقة. بصوا عامل ازاي. القلقاس عملته بكذا طريقة معاكم، وطبعا اللحمة المسلوقة احنا عارفينها، والرز والكلام ده. البطل بتاع الفيديو بتاعنا النهارده الرقاق. النهارده الرقاقية انت بتقيسيها على حسب الصينية اللي عندك. تمام. صلوا على النبي يا جماعة، ما تبخلوش عليا بلايك وسبسكرايب. ما تنسوش تدخلوا على القناة بتاعتي على اليوتيوب، حكاية شيرين في المطبخ، وعلى الفيسبوك شيرين الحداد. اتشرف بيكم. المهم بعد انت ما بتقيسي الرقاقة بتاعتك على الصينية، بتدهني الصينية بتاعتك زي ما انت شايفة كده. تمام. بمادة دهنية. معاكي شوربتك السخنة حطها في طبق، ومعاكي مسيحة شوية سمنة زي ما مورياكم او مصور لكم زي انتم ما شايفين كده. وادي الشوربة بتاعتي بوريها لك. والرقاق بتاع البوتاجاز اهوت. وهنبدأ ايه؟ نبلل الشوربة بتاعتنا، بس مش نهريها. تمام. يعني نحاول نبلها عشان دي اللي بتبقى من تحت خالص، ما تبقاش ايه طرية قوي. عشان ما تنسيش ان انت هتحطي الرق كله على بعضه، عشان ما تبقاش ايه طريه زيادة عن اللزوم. زي ما بوريكم بالظبط، امشوا على الخطوات. هتاكلوا فطير مشلتت، مش هتاكلوا رقاق. حقيقي 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 يعني. المهم ايه، هنعمل الكمية بتاعتنا. طبعا انا عاملة، لو عايزة تعملي 3 تحت و3 فوق تمام. انا عاملة 4 تحت و4 فوق. تمام. وكل في رقاقتين بتحطي عليهم بالفرشة كده ايه، بتمشي عليهم السمنة، عشان دي اللي بتعمل التوريقة للرقاق. تمام. لو وصلت للمرحلة دهيت فضلا وليس امرا لايك عشان الفيديو يتشير، فضلا وليس امرا. يعني زي ما انا بفكر فيكي ان انا اوصل لك الفيديو بطريقة بتاعتي وتعجبك. تمام. ما تبخليش عليا بلايك. هنا بقى ايه، بنحط ايه السمنة بتاعتي اهيت. الخطوة دي يا جماعة عشان تورق الايه الرقاقية. انا ما كنتش بعملها، كان الرقاق بيبقى معجن من النص، كان بيبقى شارب شوربة كتير. لما عملتها بالطريقة دي كانت بالنسبة لي احسن يعني بمراحل. هتبدأي تحطي بقى الايه الرقاق بتاعك على حسب الكمية اللي انت عايزة تعمليها، 3 فوق 3 تحت، 4 فوق 4 تحت، براحتك انت حرة. تمام. هو سهل جدا وجميل جدا وطعمه مش قادره اقول لكم، يعني الصينيه اتنسفت بألف هنا وشفا يعني. ما تنسيش بقى تدخلي على اليوتيوب وتتفرجي على حكايه شيرين في المطبخ على القناه بتاعتي. ويشرفني ان انت تعملي لي اشتراك ولايك وكومنت حلو منك. وصفحتي طبعا انت بتتفرجي عليها دلوقتي، صفحه شيرين الحداد، بتشرفيني برضك. ولو معجبكيش الفيديو ولا المحتوى بتاعي، ميرسي لذوقك، ما تبخليش على باللايك بتاعك. هنا بقى حطينا اللحمه المفرومه بتاعتنا. طبعا احنا معصلينها، حاطه لها فلفل حامي وبصل، انا ما حطيتش توم فيها. والبهارات بتاعتك فين في اللحمه المفرومه. هي مش قصه اللحمه، انا بقول لك الطريقه وانتي تعملي اللي انتي عايزه تعمليه. عايزه تعملي صينيتين، صينيه كبيره، ايا كان اللي انتي عايزه تعمليه، انا بقول لك الفكره. تمام. طبعا كل واحد هو عارف افراد عيلته ايه بيعمل على اساسها. وهنبدأ برضك اللي عملناه تحت هنعمله ايه، هنعمله فوق اهوت. اكله حلوه كده. هتقولي لي دايما يا شيرين بتعملي القلقاس. انا بحب القلقاس، انا وجوزي بنحب ناكله كده بالمعلقه. نحط ما نعملش جنبيه، ما ناكلش جنبيه عيش، نحطه كده على الرز كده وناكل كده القلقاس بالرز. بس انا عملت رق دوت كان نفسي فيه بصراحه، وقلت اعمله عشان كريم. تمام. وقلت يتحط جنب الاكل. وسلقت اللحمه بتاعتنا العادي اللي انتي طبعا عارفه. الطبيخ لازم ايه، لا لحمه لا فراخ. قلنا نغير ايه شويه. مش هكدب عليكم، كان عندي طبق كده في الفريزر مخبياه كده عشان احنا في اخر الشهر وكده. قلت يا بنتي ايه طلعيه ايه او ايه.
وكان عندي حته لحمه مفرومه، عشان مش هكدب عليكم يعني الدنيا ما بقتش زي الاول، كل حاجه غاليه. مش هقول لكم انا كل يوم بعمل لحمه وفراخ، لا والله، بس هيئ لكم يعني. سيبكم من التصوير اللي انا بصوره دوت، يعني كل واحد ربنا بيبقى عالم بيه في بيته يعني. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على النبي يا جماعه، واذكروا ربنا واذكروا الرسول تطيب قلوبكم، والبركه تيجي في بيوتكم، وتيجي في اكلكم وفي ولادكم وفي كل حاجه. ذكر الرسول بتطيب القلوب، تبقى البركه في البيوت. هنخلص كل الكميه دي كلها، مش هنحط شوربه ولا اي حاجه، ما تحطيش شوربه تاني خلاص. انا لقيت بس الاطراف الجانبيه ناشفه شويه، هتطلع معلقتين شوربه بالمعلقه اللي انا بعمل بيها. تمام، هتشوفوها حتى دلوقتي. دي كانت تقريبا اخر ورقه او رقاقايه. تمام اهو، بصوا تدس الحروف، لا هي الحروف ناشفه. بصوا اهو، معلقتين بس كده، شكرا. ابدأي حطي بقى سمنتك على وش الصينيه. تمام، وابدأي قطعي الصينيه بتاعتك اهو. ابدأي قطعي الصينيه بتاعتك، مسخنه الفرن بتاعك، دخلي الصينيه بتاعتك، خرجيها وادعيلي. مش هتدعيلي مش هسامحك، عشان مدياكي فكره ما بتاكليش رقاق، بتاكلي فطير. مش هسامحك لو ما دعيتليش. لو انت عملتها بالطريقه بتاعتي وعجبتك، بالله عليكي تدعيلي اهو. كانت جميله جدا اهو. هنبدا نقطع الرقاق بتاعنا. انا ما حطيتش شوربه يا جماعه، في ناس بتحط شوربه هتعجن معاكي حته الرقاق، هتطلع القلب في النص الصينيه طريه عامله زي اللبخ. تمام، جربوها بطريقتي، وبألف هنا وشفا على قلبكم يا رب. يا رب اكون كده عند حسن ظنكم، ودايما كده يا رب كده مفرحيني وفرحوني يا جماعه، عشان المشاهدات عندي بتقع. مش كل الفيديوهات عندي المشاهدات بتاعتها بتبقى عاليه، بتعلى باللايكات، هي اللي بتفعل الفيديو. ما تبخليش عليا بالله عليكي باللايك، عشان الصفحه عندي ما تقعش. وادي الرقاق بتاعي، شوفوا عامل ازاي، والله فطير حكايه، مقرمش وطري من جوه، واللحمه حكايه. انا عشان ماسكه التليفون مش عارفه اوريكم الطبقات، مش عارفه اوريكم الطبقات. والقلقاس طبعا احنا عملناه اهوت كذا مره. عملت شويه رز وشويه لحمه، وتفضلوا معايا بألف هنا وشفا، وشرفتوني ونورتوني. يلا باي باي.